السبب اللي محدش يعرفه في طلاق احمد العوضي وياسمين عبد العزيز. وكمان في مفاجأة جامدة جدا هقولها لكم في اخر الفيديو، ما تفوتوهاش عشان المفاجأة دي هتعرفكم مين ياسمين عبد العزيز ومين احمد العوضي. مفاجأة جامدة جدا من العيار ياسمين عبد العزيز بعد ما حبت احمد العوضي ووثقت فيه، وكمان اديته ادوار جنبها في مسلسلات هو ما يحلمش بيها، هما الاتنين قرروا يتجوزوا. وبعدين عملوا مسلسل اللي ملوش كبير، وعملوا مسلسل كذا حاجة مع بعضيهم، لحد ما أحمد العوضي قال لها أنا عايز أبقى أب. وهي كان عندها مشكلة في الخلفة والكلام دوت حسب كلام الدكتور. قالت له أحمد أنا بحبك وكده، وأنا هعمل عملية علشانك، مع إن العملية دي خطرة عليا ممكن تحصل فيا زي ما حصل. راحت العملية تعملها، راح ايه حصل لها بقى المشكله اللي الدكتور، اصل الدكتور قال لها ايه العمليه دي على ايه، ماليش دعوه، انت اللي عايزاها يبقى انت اللي تشيليها. قالت له انا متحمله كل حاجه يا دكتور والكلام ده. دخلت تعمل عمليه وكانت هتموت في العمليه، ستر ربنا يعني الحمد لله لا قامت على خير، كانت هتموت في العمليه. وكل ده عشان هي بتحب احمد العوضي. راح الدكتور قال لها ما دام انت كنت هتموتي في العمليه ما ينفعش نكملك العمليه عشان ده خطر على حياتك. وبكده يعني المفروض احمد العوضي هنا المفروض يقف جنب ياسمين عبد العزيز، يقول لها انا مش عايز ابقى اب والكلام دوت، وانتي بالدنيا وانتي كذا وانتي كذا، بس هو ما عملش كده. هو عمل ايه؟ قال لها انا مش عايزك، وانا عايز ولاد، وانا نفسي، هو حقه بس ما ينفعش يقول لها الكلام ده بعد العمليه وبعد ما هي كانت هتموت فيها. كانت هتموت فيها يا جدعان اقسم بالله، ستر ربنا الحمد لله. وبعدين بقى هي قالت له ازاي انت، قالت له انت هتسيبني بعد اللي انا عملته معاك، وهتسيبني بعد اللي انا شفته وكده، وكنت هموت بسببك، ده انت حب حياتي وانت كذا وانت كذا. قال لي انا عايز ابقى اب والكلام ده. قالت له خلاص روح السكه اللي انت ايه جيت منها. وبكده الاتنين قرروا ينافسوا بعضيهم، دي بقى تعمل لك مسلسل وده يعمل مسلسل، واحمد عوضي بقى مشغل لجان عليها وهي تعبانه يا عيني وقلبها اتكسر، كانت عايزه تعمل عمليه عشان تجيب له الواد او البنت اللي هو عايزهم، وكانت هتموت. كل ده بسبب احمد العوضي. بس الحمد لله ستر ربنا ان هي يعني وقفت على رجلها تاني ورجعت تمثل تاني. اصل الناس بتحبها. ياسمين دي عندها خفة دم يعني غير طبيعية، اقسم بالله ياسمين دي عندها خفة دم غير طبيعية وجدعة وبنت بلد وكل حاجة. وكمان كانت هتضحي بنفسها عشان احمد العوضي. بس ساتر ربنا الحمد لله قامت على رجلها. واحمد العوضي قال لها انا هتجوز تاني وهعمل اللي انا عايزه وابقى نجم والكلام دوت. ودلوقتي بقى ضامم يارا السكري بقاله مسلسلين، في مسلسل فهد البطل، ومسلسل السنة دي بتاع علي كلاي. وكان حاطط عينه عليها، باين أوي إن هو حاطط عينه عليها، هو أي حد بيتمثل معاه بيحط عينه عليها. راح إيه بقى يارا السكري هو اللي مكتشفها، أحمد عوضي اللي موافق عليها إن هي تمثل معاه. كل شوية بقى يطلع لك، بس ما ينفعش يا جدعان الأحضان اللي كانت بتحصل في المسلسلات دي، أقسم بالله ما ينفعش، عيب وما يصحش في رمضان الأحضان اللي كانت بتحصل دي. هتقول لي عادي ومش هقول لك عادي ازاي، ما ينفعش الكلام ده. بس احمد العوضي بعد شهر بالظبط او شهرين هيتجوز يارا السكري. دوت كان يعني ايه ده رأيي، قبل ما ابوه اصلا يطلع يقول لك ده احمد عوضي هيتجوز يارا السكري والكلام ده ويحصل ارتباط قريب. بس احمد عوضي غلطان في حاجه، ان هو ما وقفش جنب ياسمين عبد العزيز بعد ما هي عملت عمليه علشانه. عملت عمليه علشانك، كانت هتموت فيها علشانك، كانت هتجيب لك الواد علشانك. كل ده وتسيبها؟ يا لهوي يا جدعان اقسم بالله العظيم انا ما، ازاي اصلا ليه قلب ان هو يسيب ياسمين عبد العزيز؟ ياسمين عبد العزيز دي وحش الكون اقسم بالله العظيم، وانا بحبها وناس كتير بتحبها. يعني ازاي اللي حصل ده يا جدعان؟ اقسم بالله مش عارف. هو بقى وقف قدامها وقال لها انا هبقى بطل بيكي، من غيرك هبقى بطل. والصراحة هو خانوا الجملة دي عشان محمد رمضان اصلا سايب له الساحة بقاله 3 سنين. لولا محمد رمضان سايب له الساحة بقاله 3 سنين اقسم بالله احمد عوضي ما يشمها. محمد رمضان دوت بينزل بياخد المشاهدات قبل ما ينزل اصلا، قبل ما ينزل الموسم. وفي مفاجأة هقولها لكم في آخر الفيديو، مفاجأة هقولها لكم في آخر الفيديو أقسم بالله العظيم، إن محمد رمضان دوت أصلا بيعمل مسلسل مع محمد سامي، ومحمد سامي مكسر الدنيا والكلام ده. وكمان في حاجة
جامدة جدا، حاجة جامدة جدا وهتحصل الأيام الجاية دي. محمد رمضان وشركة الإنتاج بيحاولوا يقنعوا ياسمين عبد العزيز إن هي تعمل دور البطلة قدام محمد رمضان في مسلسل رمضان الجاي. الكلام ده حقيقي يا اخواتي، ومحدش يقول لك مش حقيقي والكلام ده. وياسمين نزلت من نفسها، ياسمين نزلتش من نفسها، نجم قدام نجمة. محمد رمضان ده نجم زي ما هي نجمة. هما الاتنين لو عملوا مسلسل قدام احمد العوضي، احمد العوضي مش يعني هو مش حاجة قدامهم، بس هما الاتنين قالك دي ليها جمهور ومحمد رمضان ليه جمهور، هياخدوا المشاهدات قبل ما المسلسل ينزل اصلا. وياسمين عبد العزيز ما تستاهلش اللي حصل لها ده يا جدعان، اقسم بالله ما تستاهل. بس هي بنت بلد وجدعة، وقفت على رجلها من تاني، وكلنا بندعمها ولازم كلكم تدعموها. عشان ياسمين عبد العزيز دي بنت بلد، اقسم بالله العظيم ياسمين عبد العزيز دي في حتة والنسوان كلها في حتة تانية. والحمد لله المواقف بتقولك بتبين اصول الناس، المواقف بتبين اصول الناس، والموقف ده بين لياسمين عبد العزيز ان هي كانت مخدوعة في واحد زي احمد العوضي. وهنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون التعليق عجبكم. لايك واشتراك، وانتظروا كل جديد، واي خبر من الكواليس هقول لكم عليه. تابعوني. السلام عليكم.